السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية فطير مقليين بكوباية واحدة بس من الزيت وبشوية دقيق بس. بجد طعمه خطير وهش وجميل وتاكلي منه 10 كده ما تشبعيش. انا ولادي بيشتروه من بره يعني على طول بصفة مستمرة، فقررت بقى ان انا اخد طريقته من والدتي واعمله لكم. معايا بقى هنا اول حاجة 4 كوبايات من الدقيق هنا. انا معايراه بالمج المعياري اللي هو 125 ملي يا جماعة. نوع الدقيق متعدد الاستعمالات او الاغراض، او اللي هو مرسوم عليه على الكيس بتاعه شكل الكحك والبسكوت. انا بنخله علشان خاطر اطلع منه الرطوبة، وكمان علشان خاطر انا عايزاه يبقى يعني هش كده. نخل الدقيق ده مهم في اي حاجة انتي هتعمليها. معايا بقى يعني ربع معلقة من الملح على الدقيق، و3 معالق من السكر. ان شاء الله انا بسيب المقادير اي وصفة في صندوق الوصف اللي هو يا جماعة اسفل العنوان بعد كلمة المزيد كده، علشان الناس اللي ما تعرفوش. دلوقتي بقى وحطيت معلقة يعني كبيرة من الخميرة الفورية، وضفت كوباية مية دافية، وقلبي بقى كله ده كده مع بعضي. دي تاني كوباية مية خدت منها ربعها. وقلبي بقى، انا شايفة كده ان هو مش ان شاء الله مش هيحتاج مني مية تانية، فانا كده استخدمت اول عن اخر كوب وربع من المية. هرش بقى على الرخامة بتاعتي رش الدقيق كده، وهنزل عليها العجينة علشان نبتدي بقى نخدمها ونعجنها كويس وننعمها. وانا بعجنها كده بقى هجيب شوية المية اللي هناك قدامكم دول، هحط ايدي فيهم كده بسيط، وهبتدي بقى انعم العجينة واخليها ايه بقى الخرافيش اللي فيها والحاجات دي تنعم معايا، وفي نفس الوقت اضيع منها الشدة اللي بتبقى في لقمة اي معجنات لما بتيجي تعمليها. اللي متابعني عارف كويس ان انا بعمل الحركة دي في المعجنات بتاعتي. دلوقتي بقى هحط في البولة بتاعتي شوية بساط من الزيت فوق العجينة وتحتها، علشان خاطر ما تلزقش وما تقشفش مني. وحطيتها تختمر في مكان لمدة ساعة، وهي ما شاء الله بعد ما اختمرت معايا هبتدي بقى اديها البوكس التمام علشان خاطر يعني نبتدي بقى نشتغل بيها. معايا انا بقى دلوقتي معلقتين من الزيت، هحط برضو ايدي فيهم كده، وهبتدي بقى اكور العجينة دي كور ايه كده صغير على حسب بقى ما تحبي حجم الفطيرة بتاعتك. انا بعمل الحجم الوسط فيها يعني. تاخدي بقى كده وتروحي تكوري. انا هخلص كل الكمية مع نفسي عشان ما اطولش عليكم اهي. هبتدي بقى اجيب صينية كبيرة او حاجة عشان افرد عليها العجين. انتي اعملي على الرخامة عادي، بس انا بحب الصينية دي بتساعدني اكتر وسهلة التنظيف بعد كده. انا دلوقتي هجيب كده معاكم واحدة، انا بس ايه بفرد فرد بدائي كده، بحضر العجينة بس معاكم. هفرد كده وهجيب غيرها وغيرها يعني لحد 4 وحدات، بفردهم فرد بسيط بحيث ان انا اجهزها بقى للفرد الاخير يعني او النهائي. خلاص كده دي تالت واحدة، وقدامكم الرابعة اهي. ارجع بقى اجيب اول فطيرة انا ابتديت بيها، ابتدي بقى هي اللي هفردها، واروح بقى اشوف التسوية بتاعته عاملة ازاي. كل ما يستريح يا جماعة كل ما يخف. العجينة بتاعته سهلة، ما عايزة بقى تعززي فيها تحطي معلقة لبن بودر، تحطي الحاجات اللي انت عايزاها براحتك. انا قلت حاجة اقتصادية وزي ما بنشتريها من بره، وبأمانة قسما بالله هو اطعم واجمل من بره واوفر بمليون مرة، وما خدش وقت مننا. شايفين بقى؟ دي اول واحدة خالص ما شاء الله اتفردت معايا، ويعني ولا اتقطعت ولا اي حاجة خالص. افردي بقى من جوه لبره. معايا انا بقى هنا في التسوية طاسة على النار يا دوبك فيها كوباية من الزيت اللي هي 125 ملي.
الكمية كوباية الزيت دي تقليلك لحد 2 كيلو دقيق، ما بيشربش زيت نهائي. هروح بقى فردة، اخد الفطيرة واروح نازلة بقى فيها في زيت سخن، بس اكون بقى مطية علشان خاطر يستوى معايا، وهو بياخد على الناحيتين كل جنب بياخد دقيقتين بالظبط، ويكون لونه ذهبي. ما تزيديش عليه في السوى، احنا بنحبه طري لان احنا بنحبه كده يعني طري بصراحة. زي ما انتوا شفتوا اللقطة اللي عدت دي، انا جايبة مصفى هطلع فيها. ويا ريت بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدوا الفيديو حقه، ما تنسونيش من اللايك الجميل بتاعكم فضلا، والاشتراك في القناة اذا كنتي حابة. إيه، معايا بقى هنا اهو، خلاص طلعيه وصفيه وما بيشربش زيت نهائي. وهبتدي هعمل واحدة تاني معاكم اهو علشان اثبت الفكرة. شايفين انا هنا الاطراف اتلمت مني عادي خالص، هي عجينة سلسة في التعامل، ما فيش ادنى مشكلة معاها نهائي. هافردها كده وهيتفردت قدامكم. ما يعني احنا شغالين على نار يعني هادية خالص يا جماعة. ياخد لون من الناحيتين، تخرجيه بقى على مصفى وحطيه كله عشان يبقى طري. لو انت بقى عايزاه مقرمش، يعني علي بقى عليه النار، هيقرمش معاكي على طول. شايفين ما شاء الله الكمية؟ شايفين قسما بالله ما جاب نقطة زيت واحدة على الصينية. شايفين العجينة بتتفرد وتتنى معايا ازاي؟ تعالوا بقى نعمل الحاجة اللي هنرشها على وشه. هو بيتحط عليه سكر. معايا انا بقى هنا كوباية من السكر البودرة، وانا ضرباه على فكرة في الكبة، ومعلقة فانيليا. وحطيت عليه بقى حاجة سرية كده، معلقة من البودرة جوز الهند، يعني انا برضو طحنة جوز الهند وحطها معاه. وهاتي بقى الخليط ده كله ورشي عليها كده ولفيها رول. هو الراجل بيبقى عاملها ولففها رول في ورق كده. شايفين شكله ذهبي وهش ومش شارب نقطة زيت وخفيف وتحفة ويجنن. عايزة تقليبه جبنة، يعني أنا بحب أن أعمله بالجبنة النستون، وساعات أحب أحطه فيه جبنة رومي برضو. التزيين ده بقى حسب ذوقك انتي، ممكن تعملوا له صوصات من الشوكولاتة، يعني مش هيقولك عني نهائي. بألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.